يا مساء الهنا والسعادة، شايفين طبق كفتة الحاتي الخطير ده؟ عامله لكم في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد مننا وقت إطلاقا، بطعم وريحة الحاتي من غير ما نولع فحم. يعني هتشوها بالشكل الخطير ده، بجد حاجة كده عظمة، من غير ما تولعوا فحم وتتعبوا نفسكم، وفي نفس الوقت واخدة طعم وريحة المشاوي. أسرار الحاتي بقى، الإضافات، الطريقة ازاي نصبحها وما تفكش، ازاي نديها اللمعة الخطيرة دي، كل الحاجات الجميلة دي هنلاقيها واحنا شغالين مع بعض. بجد الطبق كان يجنن، ما خدش مني بجد اقل من نص ساعه كان الطبق ده جاهز. وكمان عملت لكم معاه شويه المقبلات اللي هتشوفوها الخطيره دي، شويه حمص بقى على شويه بابا غنوج بطريقه جديده مختلفه. يلا بينا نبدا ونشوف الجمال ده عملناه مع بعض ازاي. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، شيروها عشان اكبر قدر يستفاد. يلا بينا نبدا. هنسمي الله ونبدأ على طول. بما ان انا هعمل كيلو من الكفتة، فهحتاج من كل حاجة قطعتين. يعني البصل هحتاج قطعتين حجم متوسط، انا مش عايزة الحجم يبقى كبير قوي او صغير قوي عشان يبقى المقدار مظبوط. وحبيتين من القوطة، وهقطع كل ده اي تقطيع عشوائي كده وهرميه في كبة. الخطوة دي مهمة جدا ان انا اعمله في الكبة، ما يكونش فيه مبشرة، وهقول لكم ليه واحنا شغالين مع بعض. في الوقت ده هكون مجهزة من 3 ل4 فصوص كده يكون حجمهم كبير، وهبتدي أضيفهم على المكونات بتاعتي. الليمونة دي بقى دي حكاية لازم تضيفوها للكفتة، هتفرق معاكم جدا جدا جدا. ان احنا الكفتة بتاعتنا هنشويها، وطبعا الليمون او الحامض بيبقى طعمه جميل جدا في المشاوي. هبتدي بقى في الكبة وهشتغل بيها بالشكل ده كده. الفرم بتاعي يبقى متوسط، يعني انا مش هنعمها قوي ولا هخليها خشنة، هقول لكم ليه برضو واحنا شغالين. دي اسرار خفيه كده اللي هتظبط لكم طعم وقوام الكفته. انا زي ما انتم شايفين كده قطعتها او فرمتها نص فرمه، عشان انا هحتاج جزء من القشور اللي هتطلع دي، والجزء التاني هحتاج ان هو يبقى جوس كده او سايل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجزئيه اللي تحت دي هستخدمها في حاجه، السائل بتاعي ده، والجزء اللي فوق ده هستخدمه في حاجه تانية تماما. هنزل بكيلو من اللحمة المفرومة في بولة واسعة شوية، وهضيف لها شوية من البقدونس. طبعا أنا كان عندي حزمة كبيرة غسلتها كويس ونشفتها وضفت جزء منها، والجزء التاني من البقدونس هقول لكم واحنا شغالين هنعمل فيه ايه. جبت الجزء المتماسك من البصل والقوطة ونزلت بيه على اللحمة بالشكل ده. نيجي بقى لأهم مكون في الكفتة، ده سر من أسرار نجاح كفتة الحيتي، وهي اللي هي الضاني. أنا جايبة مقدار 200 جرام بشرتهم كويس جدا بالشكل ده، وهبتدي أضيفها للكفتة. دي سر من أسرار نجاح الكفتة، قوام المظبوط والريحة اللي بجد تجنن وتجيبك من آخر الشارع. بعد ما ضفتها هملح بقى الكفتة بتاعتي. معلقة كبيرة من الملح يا إما معلقتين صغيرين، وبنفس المعلقة الصغيرة دي حملاها من الفلفل الأسود، لأن الفلفل الأسود مهم جدا جدا في أي لحوم بصفة عامة. شوية من البابريكا، شوية صغيرين جدا، البابريكا المدخنة بتديها تيست حلو جدا، مش موجودة مفيش أي مشكلة. شوية صغيرين قوي من الجنزبيل بتفرق جدا، وسيكة بسيطة كده من القرفة. يعني عايزة أقول لكم رشة القرفة دي بتفرق جدا في طعم كفتة الحاتي، ومش هعمل أي إضافات تانية عشان ما أغيرش من طعم الكفتة. نيجي بقى لعصرة الليمونة المجنونة، يعني عايزة أقول لكم العصرة دي بتفرق جدا في طعم ولون وشكل الكفتة أو أي مشاوي بصفة عامة. يعني ضيفوا عصرة الليمون دي هتفرق معاكم جدا. هنشمر بقى ونعجن. أنا عايزة أقول لكم نعجن بمعنى الكلمة، أنا مش عايزة أخلط المكونات، أنا عايزة أعجنها جدا مع بعض لحد ما توصل للقوام المتجانس اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى هنجهز صينية عشان ندخلها الفرن. الصينية دي أنا بغلفها دايما بورق فويل أو ورق زبدة المتواجد، أنا الفويل خلصان فغلفتها بالزبدة بديل عنه عشان توفر عليها وقت وجهد في التنظيف. وهلمها زي ما هي كده وارميها عشان الطبقة العصارة اللي بتنزل من الكفتة دي ما تبهدليش الدنيا. تمام. هجيب بقى أي سيخ عندنا، في عندنا الستيك كده اللي هو بنعمل بيه شيش طاووق، أي حاجة ممكن أصبع بيها الكفتة. تمام. هحط الكفتة زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي بقى احددها بايدي بالعقل كده، اعقلها زي ما بيقولوا عشان هي مجنونة، فابتدي ان انا اعقلها يعني. بصوا بقى نعملها ازاي. اجيب كرة كده بقبضة الايد بتاعتي عشان يعني المقاس يبقى مظبوط، وابتدي بعد كده بعد ما افردها على طول بالعقل بتاعت صوابعي كده واحددها. يعني ندي كده شكل بتاع كفتة الحاتي عشان نحس ان احنا بناكل من بره، يعني مش حاجة كده عاملينها بيتي وخلاص، لا احنا عايزين نعيش جو المطاعم عشان الولاد يتبسطوا طبعا. وهكررها معاكم بالشكل ده.
أكور وبعدين أفرد وبعد كده أصبع بالشكل كده أو أعلم بصوابع إيدي أو العقل بتاعتي. شايفين طريقة سهلة وبسيطة وطالعة كلها نفس المقاس نفس الطول عشان أنا محددة من الأول الحجم بتاعي عن طريق الكرة اللي أنا عملتها بقبضة إيدي كده. تمام. شايفين جميلة قد إيه وكلها متناسقة وقد بعض. وبكمل بنفس الشكل ده كده. طريقة سهلة جدًا، ممكن تضيفوا بقى معلقة بقسماط زي ما أنتم عايزين تمسكوها أكتر، بس ما شاء الله زي ما أنتم شايفين ما بتفُكِّش، اتطبّعت كويس جدًا من غير أي إضافات. شوية البقدونس دي بتفرق جدًا في شكلها وفي طعمها، في ناس ما بتحبش تضيف البقدونس بس بجد بيفرق جدًا. الشبكة بتاعتي خدت الكيلو كامل، اتبقى مني 4 قطع كوّرتهم وهاعملهم كده بالورب. وبكده أكون جبت لكم الحاتي لحد البيت. الكفتة طالعة ناجحة، متصبعة كويس، ما فكِّتش، لونها شكلها ممتازة جدًا، وبكده أكون جهّزت الكمية كاملة. تعالوا بقى شوفوا الخطوة اللي بعد كده مهمة جدًا. جبت العصارة اللي خرجت من تصفية البصل والقوطة وضِفت لها ربع معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبعد كده هاضيف لها شوية من الصويا صوص، بتفرق جدًا في طعم المشاوي وفي لونها كمان. وبعد كده أضيف لها شوية من الكاتشب الحار لو موجود، مش موجود ممكن معلقة صغيرة خالص من الصلصة، شوية من الزيت، وهابتدي أقلب كل الكلام ده مع بعض كويس جدًا، وهابتدي أدهن الكفتة بتاعتي. الخطوة دي مهمة جدًا في وسط التسوية كده بعد 10 دقايق من التسوية هابتدي أدهنها دهنة كمان. بتفرق جدًا في لون وطعم المشاوي، وده شكلها بعد ما خرجت. طبعًا دخلتها ربع ساعة على نار عالية جدًا فوق وتحت، بابقى مشغّلة الشواية على عالي هي والفرن. هابتدي أجيب الطبق وأفضّي فيه باقي البقدونس اللي أنا قُلت لكم عليه هنشيله على جنب، وبعد كده هاقدّم الطبق بتاعي بالشكل ده. طبعًا البقدونس مهم جدًا في المشاوي بصفة عامة، دايمًا تلاحظوا كده إن الحاتي بيغلِّف بيه الطباق بتاعته لإنه بيمتص أكبر كمية من الدهون، فبيبقى الأكل healthy أكتر. وبعد كده هنزين شوية من البصل بالسُمّاق، شوية من شرايح البنجر طبعًا بيدّي لون وطعم كمان هايل جدًا مع المشاوي. تعالوا نشوف سر تاني من أسرار نجاح كفتة الحاتي. باخد الصوص اللي خرج منه وبفرشة بابتدي أغلف وألمع الطبق بتاعي بالشكل الظريف ده. أهم حاجة أول ما بدخل الكفتة الفرن بكون معلية جامد الشواية مع الفرن عشان الكفتة تاخد شوك، تحتفظ بالعصارة بتاعتها وتبقى من جوه طرية ومستوية وفي نفس الوقت واخدة لون الجريل المشوي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. أهم حاجة ما تنسوش الفحمية اللي هنطفي فيها الكفتة أول ما تخرج. وبكده الطبق بتاعي بقى بجد لذيذ وأنا جوعت جدا، ده غير المقبلات الجميلة الصحية اللي أنا عملتها لكم معاها بجد تفتح النفس جدا. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. للأسف الفيديو بتاع النهاردة انتهى، أتمنى يكون عجبكم. كانت معكم صبا العرايشي وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.